السلام عليكم، صباح الخير عليكم. احنا رجعنا معكم من جديد. اليوم السبت 8 شهر 7 2023. حنا دابا يلاه سالينا من العطله ديال العيد. راه كاين دابا اللي السوق اللي باقي معيد، السوق راه باقي شويه خاوي، وحتى من السلعه راه باقا قليله. اليوم ان شاء الله غادي نجيبوا بكم واحد الدوره في السوق وتشوفوا الانواع ديال السلعه اللي داخله السوق اليوم مع ديك الاثمنه. ما تنساوش ديروا جيم ومرحبا بكم وعواشركم مبروكه. في اكادير بالضبط ينزكانوا اولا التيمه السلعه كتقلال، وحتى الاغلبيه ديال الخضاره والتجار كيفضلوا يمشوا يتقداو في الغرب، يعني دكاله الوالديه في جماعه ولاد غانم. كتكون تما الخضره وكتكون تما الفلاحه مقارنه مع الفلاحه تاع اكادير. كيكون واحد شويه ديال الانخفاض في دكاله، داكشي علاش الاغلبيه كيمشي لدكاله، وقليل اللي كيبقى في اكادير اللي عنده كليان صحاح واللي كيبغي حاجه مليحه كيبقى في اكادير. بالنسبه للثمن تاع مطيشه اليوم في السوق تاع اول التيمه، الثمن كتبدا من 30 درهم ومن 20 درهم حتى ل 60 درهم للصندوق تقريبا. يعني كتبدا من درهم للكيلو حتى ل 2 دراهم للكيلو على حساب الجوده. دائما علاش كنقول لكم من والى، حيت كاين اللي كيتقدى حاجه مليحه، وكاين اللي كيتقدى الماينه، وكاين اللي كيتقدى الترياج، وكاين اللي كيتقدى على حساب السوق هو اشنو بغى. داكشي علاش كنقول لكم دائما السلعه ما كنحددش واحد الاثمنه، دائما كنقول لكم من والى. وما نساوش دائما كنبغيو نقدموا واحد التحيه ليد العامله ديال السوق، حيت هما كل شيء. يعني لما عندكش الخدام في السوق راه ما عندك حتى حاجه، عندك السلعه وعندك الكاميو وما عندكش الخدام يعني راه ما عندك والو، خاص ضروري الخدام. داكشي علاش كنقولوا واحد التحيه كبيره ليد العاملين تاع السوق، حيت الاغلبيه ديال الخدامه اللي كاين في السوق دابا واللي كيعرفوا هذه المهنه راه مشاو للدكاله وتبعوا الطرف ديال الخبز. والله يسهل على الجميع، حيت الاغلبيه دابا اللي كيخدم في هذه المهنه هذه كيكونوا اما مولاد اسفي ولا السراغنه ولا دكاله ولا دوك النواحي ديال الخريبكه، اللي حيت الدراري ديال المنطقه قلال اللي كيخدموا في هذه الحرفه هذه. والله يحسن العون، الله يسهل على الجميع. بالنسبه للثمن ديال الباذنجان اللي ما السوق، الثمن تاع الدنجال كاينه من 20 درهم حتى ل 10 دراهم للصندوق. يعني تقريبا كاين 10 ريال الكيلو هي اللي كاينه في الخيار دابا كيتباع ب 10 ريال الكيلو في السوق ديال الجمله. بالنسبه للخيار الثمن تاعو ما مستقرش، كاين اللي يباع ب 40 درهم، وكاين اللي يباع ب 45 درهم، وكاين اللي يباع ب 50 درهم للصندوق. تقريبا كاينه من درهم حتى لدرهم ونص للكيلو. بالنسبه للطماطم السوريز حاجه مليحه، كاينه 95 حتى ل 100 درهم للصندوق، حاجه مليحه. الوزن ديال الصندوق 34 وكاينه 33 كيلوغرام حره في الصندوق. السوريز تبارك الله مليحه، حاجه مليحه تبارك الله اللهم بارك. بالنسبه للحامض هو اللي كيعرف واحد الارتفاع تبارك الله، الحامض كيعرف واحد الارتفاع والثمن تاعو ما مقادش. فكاين تقريبا الثمن ديال الحامض تقريبا اللي كاين في السوق اليوم كاينه من 100 درهم حتى ل 300 درهم للصندوق، على حساب الجوده وعلى حساب السلعه. الا كانت مليحه فحاجه مليحه راه واصله حتى ل 300 درهم للصندوق. وبالنسبه الحلوه راه كاينه من 15 درهم 10 درهم، وحاجه مليحه كاينه 25 درهم للصندوق. هادشي اللي كاين في السوق اليوم كاين السلاوي واصل حتى 4000، والكرجيطه كاينه حتى ل 4600 4800. هادشي اللي كاين. الحلوه راه الاشكال والانواع، خصوصا السوق دابا السلعه موجوده والاقبال عليها قليل. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.